إسرائيل بتلعب أخطر لعبة في تاريخها، ممكن تدخل المنطقة كلها في حرب عالمية ثالثة. بقوا بيهددوا باغتيال الرئيس السيسي في العلن، تهديد واضح وصريح، وده بعد ما رفض خطتهم لتهجير أهل غزة في سيناء. حاولوا معاه بتسديد ديون مصر لكنه رفض، حاولوا يضغطوا على أهل غزة عشان يخترقوا الحدود لكنهم رفضوا برضه. ودلوقتي لما وصلوا لطريق مسدود ما قدامهمش غير إنهم يغتالوا الرئيس السيسي اللي وقف قدام المخطط بتاعهم. طب إيه الحكاية؟ وازاي الاعلام العبري اتجرأ وهدد الرئيس في العلن؟ وهل مصير الرئيس المصري هيكون زي مصير الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي لما اغتالوه في 2024؟ وتفتكروا مصر هيتكرر معاها سيناريو الرئيس الراحل انور السادات كمان مره؟ ده اللي هنلخصه مع بعض في حلقه النهارده من الخلاصه. الموضوع بدأ لما ترامب كسب الانتخابات الأمريكية وهدد إنه هيصعد في الشرق الأوسط كله لو الحرب ما انتهتش في غزة. بعدها على طول لقينا نتنياهو بيعلن إنه خلاص توصل لاتفاقية مع عناصر حماس وخلاص السلام هيحل في منطقة الشرق الأوسط وأهل غزة ممكن يرجعوا، وكمان الرهائن اللي كانوا محتجزين من يوم 7 أكتوبر هيرجعوا تاني. حلو الكلام ده؟ حلو. لكن طبعا الكل كان فاكر ان خلاص دي بداية السلام والسلام هيحل في منطقة الشرق الأوسط ودماغها هترجع لمجاريها والدنيا هتهدى. لكن الناس ما كانتش تعرفوا ان دي اصلا بدايه الحرب. طب ليه؟ بص يا سيدي، من اسبوع كده ترامب كان في طيارته الرئاسيه وكان خلاص داخل على واشنطن ونزل القصر بتاعه، فهو في الطياره الصحفيين سالوه دلوقتي هنعمل ايه في اهل غزه والقطاع متدمر، هيرجعوا ازاي ويعيشوا تاني في بيوتهم؟ صاحبنا راح رد عليهم وقال لهم ايه؟ انا عندي فكره، احنا نودي اهل غزه دول لسيناء عقبال ما نعمر لهم كده القطاع ونعيد بنائه، بعد كده نبقى نرجعهم تاني. وانا هتكلم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انه يستقبلهم، وهتكلم مع العاهل الاردني انه يستقبل جزء منه. فالصحفيين رد عليه قال له طيب تمام، هتعمل ده امتى؟ قال لهم اول ما هنزل من الطياره هرن على طول على الرئيس السيسي. وفعلا اول ما وصل الصحفيين استلموه، قالوا له ها عملت ايه؟ كلمت الرئيس عبد الفتاح؟ فرد عليهم كده رد دبلوماسي، قال لهم احنا اجرينا مناقشات والموضوع هيتم، والرئيس السيسي اصلا ده صديقي وهيمشي الدنيا بالبلدي يعني كده. وهنا كانت المفاجاه لما الاعلام المصري كله وخاصه قناه القاهره الاخباريه لما جابت تصريحات من مصدر رفيع المستوى ان مفيش اي اتصال حصل بين رئاسه الجمهوريه وبين البيت الابيض. طبعا دي كده كارثه، ده معناه ان ترامب بيكذب او بيجس النبض كده عشان يشوف ردود الفعل في مصر وفي الوطن العربي عامه على الخطه اللي قالها دي. ده اللي خلى ناس كتير تطلع وتطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي انه يطلع ويرفض رفض قاطع للخطه بتاعه ترامب دي ويرد عليها بنفسه قدام العلن وقدام الاعلام وقدام العالم كله. وبالفعل الرئيس السيسي ما كدبش خبر وطلع قال كام تصريح اخطر من بعض زي اللي هتشوفوهم دلوقتي. لا تشارك في ظلم، انا بقولها بمنتهى الوضوح. ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني من مكانه هو ظلم لا يمكن ان نشارك فيه. زي ما سمعتوا كده الرئيس السيسي قال ان احنا مش هنشارك في ظلم شعب غزة، وان مخطط التهجير اللي ترامب بيقول عليه ده هيودي المنطقة كلها على صفيح ساخن، والشرق الأوسط هتحصل فيه حالة من عدم الاستقرار محدش يتخيلها. يعني الرئيس السيسي هو بيقول إن المخطط ده لو حصل المنطقة كلها هتولع. لا ومش كده بس، ده قال له ولا أنا ولا الجيش ولا الشعب موافقين على الكلام ده. لكن التصريح اللي كان أخطر من كل دول لما قال له حتى لو أنا مشيت وجه حد بعدي برضه مش هيوافق على الموضوع ده. وخليكم فاكرين التصريح ده كويس. بصراحة الخطاب ده بعد ما خلص زلزل الدنيا، المؤيدين والمعارضين اصطفوا هما الاتنين ورا الرئيس السيسي وكله كان بيدعم قراراته. ده وصلت ان معتز مطر اللي قاعد بره وبيهاجم ليل نهار في نظام الرئيس طلع واعلن اصطفافه بجانب الرئيس السيسي علشان شايف ان الموضوع ده مسألة امن قومي بالنسبة للمصريين. وعملية منع المياه والوقود والكهرباء ودخول المساعدات الى القطاع هو الهدف النهائي في النهاية، هو نقل المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى مصر، وهذا أمر نحن نرفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير إلى سيناء. طبعا لما رئيس مصر يطلع ويرفض أمر من أوامر ترامب ده يقلب الدنيا هناك ويقلل من شعبية ترامب كمان، وحصل صياح كبير واللي طلع يتكلم يقول لك هو السيسي خلاص ما بقاش تحت طوع ترامب، واللي طلع وكان بيهدد واللي طلع وكان بيهاجم. لكن اخطر واحد في التصريحات دي كلها لما صحيفه جورناليزم العبريه نزلت الخطاب بتاع الرئيس مكتوب كده وتحت حاطين صورته وهو بيسلم على الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي. الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي اللي اغتالوه السنه اللي فاتت. يعني من الاخر كده بيبعتوا رساله تهديد للرئيس المصري ان انت لو ما نفذتش المخطط ده هنخلص عليك وهيجي حد غيرك هنضغط عليه وهيوافق. وهنا افكركم بالتصريح اللي قاله الرئيس السيسي ان حتى لو انا مشيت هيجي غيري برضه وهيرفض. يعني الرئيس السيسي عارف ان بعد ما هيطلع ويقول كده وان هو رفض التهجير هيلاقي
الردود دي، وهيلاقي ان هم يطلعوا يهددوه وهيطلعوا يقولوا له ان احنا هنقضي عليك. هو كان عارف الكلام ده كله اصلا من قبل ما يطلع يقول، عشان عارف ان اللي هيقف قدام اسرائيل او ترامب وامريكا مصيره بيبقى الموت. لكن الراجل ما خافش وقال ان هو ضد المخطط ده نهائي. طب ده كان رد فعل اليهود. الامريكان بقى اللي اصلا الخطه طالعه من رئيسهم قالوا ايه؟ مبعوث ترامب الخاص باسرائيل طلع وقال لك طيب خلاص انتوا مش عايزين التهجير وبالنسبه لكم الخطه دي كخه ووحشه ومش عايزينها، هاتوا لنا انتوا بقى حل. يا مصريين لو مش تستقبلوا اهل غزه، والجماعه الاردنيين لو مش هيستقبلوا جزء من اهل غزه، يجيبوا لنا حل تاني. والله ده الحل اللي كان عندنا احنا، ده مش نافع معاكم، انتوا قولوا لنا حل. وبالنسبه للرئيس ترامب فهو ما عندوش اي مشاكل ان انتوا رافضين الخطه بتاعته، بس تجيبوا له خطه بديله وهو منفتح على كل الحلول. انتوا بس اللي عليكم تقولوا لنا نعمل معاهم ايه، على اساس يعني ان مصر والاردن هي اللي دمرت القطاع وان هم دول مشكلتنا احنا اصلا. كلام غريب محدش فاهمه. طب تفتكروا ردود الافعال كانت بالكلام بس؟ لا، بالافعال كمان. في كده تاني يوم من بعد ما الرئيس السيسي خلص الخطاب بتاعه على طول، تاني يوم على طول في سيناتور امريكي اتحكم عليه ب 11 سنه. هتقول لي طب ايه علاقه السيناتور الامريكي بالقصه دي كلها؟ اقول لك لا، ده ليه علاقه كبيره قوي. بص يا صديقي، السيناتور ده اسمه بوب مينديز. بوب مينديز ده في وقت حكم بايدن، ايام ما كانوا الجماعه الديمقراطيين هم اللي مستولين على الكونجرس وعلى البرلمان واخدين امريكا كلها وهم اللي بيحكموها. بوب مينديز ده كان سيناتور ديمقراط. طبعا احنا عارفين ان الديمقراطيين مش بيجوا مع مصر، يعني هم الجمهوريين اللي بيحبوا مصر، بيحبوا الحكومات الوطنيه، بيحبوا الجيوش. لكن الجماعه الديمقراطيين ما لهمش في الكلام ده. طيب احنا علشان يعني نمشي مصالحنا، المخابرات العامه المصريه عملت ايه؟ راحت للسيناتور ده، بس ما راحتلوش هو بالتحديد يعني، لا راحت لمراته، وكانوا بيقدموا لها هدايا ويقدموا لها سبائك ذهب في صوره هدايا يعني، بس مش عن طريق المخابرات نفسها، عن طريق رجال اعمال مصريين عايشين هناك معاهم الجنسيه الامريكيه ومعاهم الجنسيه المصريه. طيب ايه المقابل يا مخابرات مصريه؟ المقابل ان انت تمشي لنا مصالحنا. اي حكم او اي قرار هيتاخد في الكونجرس الامريكي ضد مصر انت هتقف ضده وتعارضه وتقول لا بلاش نعمل كده. حاجات بقى زي المعاونة العسكرية، حاجات زي صفقات تسليح، حاجات زي جمارك، استيراد، تصدير، اي حاجة هتضر مصر حاول تقف في طريقها. لكن الموضوع اتكشف السنة اللي فاتت بالتحديد، وفي واحد من اللي كان وسيط اللي بياخد الهدايا او الفلوس ويوصلها لزوجة السيناتور ده راح واعترف على اللي بيحصل. فالمحاكمة بتاعته كانت شغالة، بس يعني اللي هو ايه، مفيش حكم قاطع، لان ده راجل كان يهمه مصلحه مصر. اول بقى لما رئيس السيسي طلع ورفض التهجير ولقوا ان مصالح مصر تتعارض مع مصالح امريكا، قال لك لا، فين بقى كل حبايب مصر هنا اللي موجودين في امريكا، هاتهم. واتحكم على السيناتور ده تاني يوم على طول ب 11 سنه، والتهمه بتاعته انه استلم رشاوي من دول خارجيه بتضر مصالح الامن القومي الامريكي. يعني من الاخر الراجل ده مصر كانت مجنداه، ولسه ردود الافعال مكمله والصحف عماله تكتب، وكل واحد كان مستني سقوط مصر بقى يطلع يسخن. كل ده بسبب الوقوف ضد مشروع التهجير اللي كلهم هيموتوا عليه، وشايفينه ان هي دي صفقه القرن. مصر تاخد اهل غزه ويفضوا القطاع بقى، واسرائيل تاخده ويبقى مفيش اهل غزه ولا فلسطينيين خالص في اسرائيل، واسرائيل دي تاخد المنطقه كلها لوحديها. هنشوف ايه اللي هيحصل الفتره الجايه. تفتكروا اسرائيل هتعرف تحقق حلمها في انها تاخد قطاع غزه وتاخد الضفه وتاخد كل فلسطين لوحدها، ولا مصر هتقف شوكه في زورهم ومش هيعرفوا ينفذوا التخطيط ده والمخطط ده؟ اكتب لنا رايك في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو اعمل لنا لايك واشتراك في القناه عشان توصلك الخلاصه. سلام.